من سبع المستحيلات تكون عندنا بشرة صحية إذا ما اعتمدناش على روتين يومي يكون صحيح للبشرة. هلا بنات، ويلكم باك في فيديو جديد. الفيديو اليوم رايحين نحكيو فيه على روتين العناية بالبشرة اليومي الذي تعتمد كل بنت. روتين بزاف بسيط، خطواته بسيطة جدا، بصح راح يكون عنده تأثير رائع جدا للبشرة تاعنا. باش نديروا لايك قبل ما نبداو هذا الفيديو. اول حاجه لازم نعرفوها على البشره انه البشره لازم انها تتنظف بشكل صحيح وعدد كافي يوميا. علاه؟ باش نحميو البشره تاعنا من الغبار اللي كاين في الوجود، وبالتالي ما يترسبناش في الوجه تاعنا وما يسدناش المسامات وما يديرولناش نقاط السوداء. بالاضافه انه لازم انه ننظفوا وجهنا من الزيوت اللي كاينين في البشره تاعنا واللي تفرزهم البشره باش نحميوها من الحبوب ومن المظهر الزيتي. اول حاجه لازم نعرفوها هي انه لازم نغسلوا وجهنا مرتين في اليوم، مره الصباح كي نوضوا ومره قبل ما نرقدوا. هاد الحاجه لازم نتفقوا عليها كامل. تاني حاجه لازم نعرفوها هي نوع الغسول اللي لازم نغسلوا به كل بشره. وهنا راح نخلي لكم كل بشره وش هو نوعيه الغسول اللي تحتاجه. وقبل ما ننتقل لثالث حاجه حبيت نقول لكم انه نختاروا افضل شيء يكون غسول اكثر من الصابون اللي يكون حجره. على لانه الصابون الغسول مش راح يكون فيه تلوث بزاف، لانه ما يكونش فيه كونتاكت بالايدي بزاف. troisième دو شوز لازم نركزوا عليها هي الطريقه الصحيحه لغسل الوجه. قبل ما نبداو نغسلوا وجهنا لازم نتاكدوا بلي يدينا نضاف وبلي ما فيهم حتى ماده ملوثه. انه نحاولوا نغسلوا اول حاجه يدينا بالغسول اللي حنغسلوا به وجهنا. تاني حاجه لغسل الوجه هي انه لازم انه نحطوا هذاك الغسول على يدينا، ولازم انه نفوتوه مليح وين نديروا رغوه، ونبداو بغسل الوجه بطريقه دائريه. نغسلوه لمده 30 ثانيه. لازم نركزوا على الوقت. علاش؟ باش هذاك الغسول ياخذ مفعوله. علاش بزاف ناس انه وين يحطوا الغسول في وجههم وديريكتومون انه يشلوه بالماء، وهذه طريقه خاطئه جدا لانه الغسول ماهوش راح يدير مفعوله في الوجه. على بها لازم نغسلوه لمده 30 ثانيه باش الغسول يدير مفعوله في الوجه تاعنا. وبعدها كده راح نشيل وجهنا. رابع حاجه راح نركز لكم عليها، وهذه الحاجه ممكن ماهيش مألوفه بزاف عندكم، هي طريقه تنشيف الوجه. اول حاجه انا ننصحكم باش تخيروا انه تنشفوا وجهكم ابتعدوا على المناشف. اي منشفه تكون عندنا قطنيه ابتعدوا عليها لانها حتكون سورس تاع لي بكتيري. عندك تكون فيها بزاف البكتيريا حتى اذا كانت فرديه. على بها انا ننصحكم كامل انكم تستخدموا مناديل اللي تكون عندها استخدام واحد من مناديل الطبخ. وين تحطوا هذاك المنديل على وجهكم وتحاولوا انكم تنشفوا بطريقه الطبطبه، يعني ما نفوتوش هذا وجهنا وين انه نفوتوه كاننا نمسحوه في حاجه. وجهكم انكم تمسحوه بطريقه الطبطبه. ونصحكم بزاف انه تنشفوا وجهكم مليح، لانه اذا خليتوا هذاك الماء اللي غسلتوا به في وجهكم رايح ممكن يدير لكم مشاكل في الوجه وراح يسد لكم المسامات. حكينا على هذا الرابع نقطه حنحكيو عليهم. بعد ما غسلنا وجهنا باش انه نحاولوا انه نحافظوا على بشرتنا فيها نفس الافيكاسيتي تاع الغسول، لازم انه نقفلوا البشره تاعنا. وهذا الشيء بواش انه نستخدموا مكعبات الثلج ونحطوهم في اناء ونحطوا مكعبات الثلج ونحطوا وجهنا في هذاك الاناء لمده دقائق. بالطريقه رايح يشد لنا البشره تاعنا وحنغلقوا المسامات. وبعدها اكيد تعاودوا تنشفوا وجهكم بالطريقه اللي حكينا عليها. 5 بوينتس حنحكي عليها هي ترطيب الوجه. ترطيب البشرة حاجة ضرورية، مش غير الوجه، اليدين، كل منطقة في الجسم لازمها ترطيب خاص فيها، وخاصة الوجه لأنه راح يتعامل مع بزاف عوامل خارجية. على رأسهم عندك الغبار، الهواء، الشمس. لازم أنه يكون دائما مرطب. البشرة الصحية هي البشرة الأكثر ترطيبا. لازم تكون تشوفوا نوعية البشرة تاعكم المرطب اللي يصلح عليها. أنا أنصحكم بزيت اللوز. علاه؟ لأنه هذا الزيت يصلح لبزاف بشرات. أغلب البشرات ما يدلهاش مشاكل زيت اللوز، وبليس هو زيت خفيف. أنا أنصحكم إذا اعتمدتوا في الترطيب على الزيوت واعتمدوا على الزيوت أفضل من أي مركب صناعي آخر،
اعتمدوا على الزيوت الخفيفه وبعدوا على الزيوت الثقيله كما زيت جوز الهند. انا كما قلت لكم ننصحكم بزيت اللوز، رطبوا وجهكم به. بهذه الطريقه هتحصلوا على بشره نظيفه ومرطبه. هذا الروتين روتين بزاف بسيط، ما يحتاجش بزاف مكونات، ما يحتاجش بزاف وقت، بصح ننصحكم ونأكد لكم اذا داومتوه بشكل يومي راح تلاحظوا فرق كبير في البشرة تاعكم. روتين يومي، خطوات صغيرة، مراحل كبيرة في تطور وقلواب البشرة تاعكم. اذا حابين تحصلوا على كامل القلواب ما عليكم غير ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كامل جديد. نشوفكم في فيديو جديد. سلام.